يا مرحب بيكم، يا رب تكونوا بأتم صحة وعافية. معانا وصفة لذيذة جدا النهاردة هنستخدم فيها أوراق الفراخ، وزي ما واضح ليكم أنا متبلاها بملح وفلفل اسود، وجاية عند كل ورك عاملة كده شق بالسكينة أو فتحة بالسكينة عشان أكون متأكدة إن درجة التسوية بأمر الله تكون جيدة. هنقول بسم الله وهنحط طاسة على النار. أنا هنا هشتغل على نار كبيرة أو العين الكبيرة للبوتاجاز. هبتدي أنزل بالمواد الدهنية اللي هي سمنة وزيت. طبعا انا هحط كمية السمنة وكمية الزيت قليلين زي ما هيكون واضح ليكوا كده. ليه؟ لان الاوراق كبيرة فدسمة وفيها دهون، فهتنزل دهون هنا، فيبقى الكمية دي كفاية جدا. وطبعا فراخ يعني فص مستكة. هنزل بفص المستكة كده. طبعا كتير نقول فص المستكة مطلوب في الفراخ، ولكن مش كتير عشان ما يقلبش معانا بمرارة. فص المستكة ده بيدي ريحة ذكية جدا وطعم جميل جدا للفراخ. احنا كده مش هنسوي الفراخ، احنا كده هندي الفراخ صدمة. انا هقول ان المفروض كنت ان انا اشتغل في طاسة كبيرة تاخد الست وراك دول، ولكن انا محتاجة العمق بتاع الطاسة دي عشان اعرف اكمل الشغل اللي انا هشتغله هنا، واعرف اقلب واكون واخدة راحتي في الشغل فيها. فعشان كده انا استخدمت الطاسة اللي بالعمق ده. هنبتدي نحط 3 ورقات غار او ورق لوري. انا طبعا ما اعرفش اللي بيتابعني من انهي بلد، والمسمى بتاع الورق الغار او ورق اللوري ده عندهم انهي واحد فيهم، فانا قلت الاتنين. الاوراق ديت هتاخد على كل اتجاه، في كل اتجاه 10 دقايق مش اكتر، زي ما انتم شايفين كده. وهنقلب. طبعا انا غسله الفراخ غسله جيده جدا تحت ميه جاريه، ونقعاها في المحلول بتاعها اللي هو عباره عن معلقه ملح ومعلقه سكر وعصره ليمونه، وسبتها بتاع ساعة بالظبط، وطلعتها حطيتها في مصفى لحد ما صفت، وتبلتها وجيت لكم بالشكل ده بيها. يا جماعة أرجوكم بلاش نغسل الفراخ بالخل، صدقوني بتكون زفرة. اللي يقول لكم اغسلوا الفراخ بالخل ده مش حلو. وطبعا مفيش داعي ان احنا بعد ما نطلع الفراخ من المحلول ده ان احنا نعرضها للمية تاني نشطفها يعني، عشان هترجعي تاني تلاقيها زفرة. بعد ما تطلعيها من المحلول صفيها واشتغلي بيها على طول. نبتدي بقى نطلع. خدي بالك جدا بقى ايه، الزيت بيكون سخن جدا، وهنا انا شغاله على نار عاليه. برضو بصوا الحامل بيزحلق الورك معايا. ناخد التاني وبعدين نرجع له، مش عايز يطلع اهو. زي ما انتم شايفين انا قلت انا مش بسوي الفراخ، انا بديها صدمه عشان انا اكون متاكده اما اجي اركب الوصفه بتاعتي في الاخر واسويها اكون متاكده ان انا اديت الفرخه صدمه، وهتطلع بدرجه سوا جيده جدا بامر الله. هنبتدي ننزل بالثلاثه التانيين. يعني على فكره مش شرط انتي تكونوا وراك، لو عندك مثلا فراخ صدور ماشي، ولكن انا عندي الاولاد في البيت كلهم بيحبوا الاوراق، يعني بيستسهلوها في الاكل، بيحسوا ان الصدر تقيل. والوصفة دي يعني برضو الأوراق بتكون حلوة فيها أكتر، حتى في الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الآخر. نقلب كده 10 دقايق. شايفين بقى الحتة اللي في العظمة بتاعت الورك من تحت دي؟ ده حبس دم مطرح ذبيح الفراخ، لكن مش دم سايل. كل دوت هيختفي نهائي بعد ما تستوي الفراخ السوى النهائي والسوى الكامل بأمر الله، وهتشوفوا في نهاية الفيديو. هنبتدي نطلع كده، يعني خدت في كل اتجاه 10 دقايق بالظبط. انا مش عارفه اقول لكم فص المستكه هنا مع معلقه السمنه مع حبه الزيت عاملين ايه. وطبعا انا قلت انا بستخدم سمنه كريستال، فطعم السمنه كريستال رائع. هنبتدي نقول بسم الله. انا مخرطه بصلايه وهبتدي انزل فيها اهو على المواد الدهنيه اللي انا كنت شغاله بيها في الفراخ. هبتدي اشوح كده. واول حاجه هننزل بيها هنا البسله. كده احنا عرفنا احنا هنعمل ايه. هنعمل احلى سرفيس بسله بالفراخ. طبعا البسله ليها طرق كتيره متعدده في الطهي،
ولكن دي اول وصفة لطهي البسلة. انا حبيت اعملها معاكم، وان شاء الله هتيجي وصفات كتير مع يعني نعملها مع بعض. البسلة بامر الله. هنقلب كده. شايفين المفروض ان البسلة تكون اكتر من الجزر زي ما انتوا شايفين. هنزل بمكعب خضار ومكعب مرقة دجاج فراخ، ومعايا قرنين فلفل احمر واخضر. دول اللي كانوا موجودين عندي، ولكن بيدوا ريحة ذكية جدا في الاكل. ده سبايسي يعني حامي. وراس توم انا دقاها بحبة ملح. طبعا هنا انا هحط المواد الجافة زي كل مرة، مش هحط ملح دلوقتي. احط كزبرة ناشفة، واحط فلفل اسود. طبعا مش هحط ملح هنا ليه؟ انا كنت متبله الفراخ بملح وفلفل اسود، وحاطه المكعبين دول طبعا فيهم ملح، ودقه التوم بملح. وهنشوف في الاخر هنحط ملح بسيط بامر الله. وهنشوح كل ده ببعضه، واحلى ريحه هتشميها. الالوان لذيذه جدا. شايفين كده الجزر يكون اقل من البسله، وبلاش تخرطوا الجزر رفيع قوي، هو طبعا هيكش. فلما تعمليه اقل من كده مش هيبان. نبتدي نشوح كده. ريحة التوم مع التوابل مع، مش عارفة اوصفها لكم بصراحة. انا معايا هنا في البرطمان دول ما يعادل 3 معالق صلصة بالظبط، هما اللي هاخدهم. دول يعادل 3 معالق صلصة. اهم حاجة كده الصلصة يكون لونها حلو وقوامها حلو. وهنزل بمج طماطم. الطماطم ده انا ضربها في الخلاط من غير مية. وهنبتدي نقلب كل ده في قلب بعض. شمي احلى روايح بقى. بتمنى ان عشاق البسلة الوصفة دي ان شاء الله يجربوها وتعجبهم. طبعا عشان اشغل البسلة على النار لازم نحط لها حبة مية. انا هجيب هنا في البرطمان عشان هيكون مطرح الصلصة مية. شايفين؟ يعني انا هاخد كده البرطمان مرة، والمرة التانية يعني نص مية. ما ننساش ان الخضار اصلا لما بيخش في السوا بينزل برضو مية زيادة اهو، زي ما انتوا شايفين كده. يعني خدت البرطمان مرة ونص مية. وهنبتدي نقلب وهنسيبهم بتاع 10 دقايق على النار. شايفين الالوان مريحة جدا للعين ما شاء الله سبحان الله. 10 دقايق على النار وهنشيلها، وهنقول بسم الله، وهنجيب السرفيس اللي احنا هنكمل فيه بقية الوصفة. عرفتوا بقى انا كنت محتاجة طاسة في عمق الحلة ليه؟ عشان اعرف اشتغل فيها في تقليبي بقى للبسلة وكل اللي انا حطيته ده. هنقول بسم الله وهنقلب البسلة للسرفيس. نبتدي بقى كده نوزع. شايفين كده القوام بتاع المية اللي انا حطيتها حلو قوي، لان الخضار ده هيبق مية. الفراخ هتبق سمونية برضو ميتها في قلب السرفيس، فعشان الدنيا ما تكونش بايظة معاكي. نبتدي نوزع الفراخ كده. الطريقة سهلة جدا ولذيذة جدا وبأمر الله هتعجبكم. نبتدي نوزع الفراخ كلها كده. انا وزعت الفراخ كلها، هنزل عليها كده برشة فلفل اسود ورشة ملح. طبعا الملح بالذات يرجع لك انتي، عشان طبعا ايه انتي اللي هتتحكمي فيه، فمالكيش دعوة بنسبة الملح اللي انا بحطها. كده طبعا انا كنت دقت فلقيتها محتاجة ملح بسيط فببتدي احط. نرفع كده ونوزع برضو، مفيش مانع نحط حبة ملح من تحت كده. مش هتاخد وقت معانا في المطبخ وسهلة ولذيذة. طبعا انا مشغلة الفرن بقالي نص ساعة. جبت ورقة زبدة هبتدي اكرمشها كده عشان ما تتزحلقش اهو، وهبتدي افردها على الفراخ.
واقفل لجوه، عشان طبعا انا هحط ورق فويل. طبعا عشان ما نحطش ورق الفويل مباشر على الخضار وعلى الفراخ هيلزق، وبيكون برضو صحيا مش جيد، ولكن ساعات بيبقى غصب عننا والله بيكون ورق الزبدة خلصان وبكون مضطرة استخدم ورق الفويل، فبيكون غصب عني. ولكن الافضل ان احنا نعمل كده، نحط ورق الزبدة الاول ونقفل كده كويس عشان درجة السوا تكون جيدة، وهرجع احط ورقة فويل تاني عشان احكم الغلق. طبعا انا هرفع السرفيس دوت على الصاجة بتاعت الفرن الصغير، عشان انا هشتغل في فرن البوتاجاز ده، عشان اي فوران يحصل ما يبهدليش البوتاجاز. هتاخد معايا في البوتاجاز بالظبط ساعتين. طلعتها بعد الساعتين وهقول بسم الله، ونبتدي نشيل ورق الفويل ونشوف الدنيا هنا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله الريحة هلت، ما شاء الله. نشيل بقى ورق الزبدة، ولو ما استوتش معاكي ممكن ترجعي بقى تحطي ورق فويل تاني وتحتيه ورق زبدة وتدخليها الفرن تاني، ولكن انا متأكدة ان هي استوت. هنتأكد ان هي استوت ازاي؟ اول حاجة هنشوفها الفراخ، نحط الشوكة كده بتخش بكل سهولة معانا. الحمد لله استوت. نشوف بقى البسلة، ما شاء الله بقت زي الزبدة. نرفعها بقى على الشواية لمدة 10 دقايق ونطلعها. رفعناها على الشواية لمدة 10 دقايق، وده كان الشكل النهائي للسرفيس القمر ده. شايفين الفراخ؟ اللهم بارك اللهم بارك. طبعا كل بيت مصري فيه اي خضار معمول بصلصة حمراء لازم يكون فيه حاجة خضراء، وهي الملوخية. الملوخية دي يا جماعة اللي احنا جففناها مع بعض، الملوخية الخضراء اللي احنا مجففينها مع بعض ومفرزينها وشايلينها، وقلنا نستخدمها في رمضان، بس حبينا بقى نطلع كيس جنب البسلة. شايفين قوام الملوخية عامل ازاي؟ طبعا انا مخرطها على الملوخية دي وانا بدورها على النار، قرن فلفل اخضر وبشر عليها طماطمايه، وطبعا واضح ليكم. بسم الله ما شاء الله. تاكلي بقى ملوخية تاكليها في البرام، تاكليها في يعني كده بيبقى طعمها جميل قوي. شايفين؟ او في الطاجن البرام، والطاجن بيكون ملوخية فيه عالمية. نطلع بقى الفراخ، طلعيها كده بحاجة تكون زي الآلة اللي في ايدي دي مفتحة كده، عشان نوعا ما تطلعيش بسلة معاها. شايفين؟ اللهم بارك على لون الفراخ والريحة العالمية اللي انا شماها يا جماعة. طبعا اللي هيشم الريحة دي اللي هيجرب الوصفة دي ان شاء الله، بتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تسلم ايديا وايد اللي هينفذ الوصفة اللي انا عملتها النهاردة. نبتدي نقلب بقى كده البسلة. شايفين القوام بتاعها والصلصة بتاعتها مظبوطة كما قال الكتاب. نغرب بقى طبق بسلة كده لونها قمر، ما شاء الله. طبعا الخضار لما بيكون فريش بيبقى جيد وجميل. نشيل ورقة اللوري كده منها اهو، خلاص مهمتها خلصت. ونكمل طبق البسلة بتاعنا. طبعا انا عملت رز بشعرية بفص مستكة، في بسلة في رز، قمر ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى كده نجرب ورك الفرخة ده ونشوف هو عامل ازاي وايه اللي جوه. اهم حاجة نفتح المكان اللي دايما فيه قلق. شايفين؟ ما شاء الله التسوية، بسم الله ما شاء الله رب العالمين. ايه ده؟ ما شاء الله. شايفين؟ طعم جنان جنان. بسم الله ما شاء الله. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، وبألف هنا وشفا مقدما للي نفذ الوصفة، وانا متأكدة ان هي هتنول اعجابكم. وصفة رائعة وسهلة جدا وخفيفة ولذيذة، وفي ناس كتير بتحب البسلة واكيد هينفذوا الوصفة دي. طبعا الملوخية مش محتاجة ان انا اقول هي ايه وشكلها ايه وطعمها ايه. استنوني في كل جديد، واشوفكم على كل خير. مع السلامة.